بمجرد أن تلمسكم ذرة واحدة من هلتها ستمحى أرواحكم من الوجود تماما. ما الذي يحدث؟ أنتم في الأصل مجرد قرابين للسيد المشؤوم. هل تظنون حقا أنكم تستطيعون الهرب؟ يي فينغ لم يكذب علينا. لقد استغلنا تشانغ يوان من البداية إلى النهاية. اتضح أننا لم نكن سوى بيادق طوال الوقت. حفنة من المتملقين. طغاة قسات يعاونون على الظلم. هذه النهاية هي ما جنته أيديهم. لا يستحقون ذرة شفقة. كل هذا الدم لاستخلاص قوة طاو السماء وما زال غير كاف. كنت أنوي استخدامك أنت وأتباعك كقرابين لتقديمها إلى السيد المشؤوم، لكن أولئك الحثالة سيموتون في كل الأحوال الآن. إذن سأنقذ نفسي أولا. فلنرحب بنزول السيد المشؤوم. يا ييفان، أنت وكل البشر والشياطين ستدفنون معي. ها 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 ها. هذا مرعب جدا. مجرد حجم هذا الجسد أكبر من عالم البشر بأكمله. كيان مرعب كهذا. هل يستطيع السيد يي حقا القضاء على هذا الوحش؟ احموا أنفسكم. لا تقتربوا أبدا. باسمي، أنا الحاكم الأعظم لعوالم البشر والشياطين. سأقضي اليوم على هذا المشؤوم وأتربع على العرش. أتريد مقارنة حجم الجسد؟ حسنا، خذ هذه قبضة السجن السماوي العظيمة. أتريد الهرب؟ لقد فات الأوان. هذا هو ملك الشياطين الحقيقي. هذا هو الحاكم الحقيقي للعالمين. هذا هو العالم الذي أقسمت على حمايته. أيها الحاكم الجديد لعالم البشر، أسرع وأنقذني. الجو بارد جدا هنا. أيها الحاكم الجديد للشياطين، أسرع إلينا. إنهما إمبراطور السماء وإمبراطور الشياطين المفقودين. أنا. هل من المستحيل حقا الهروب من مصيري كوعاء لزراعة الطاقة؟ لماذا انتهى بي الأمر هكذا؟ كل ما أردته هو أن أعيش حياة أفضل بقليل. يا له من جسد فات بالفطرة، كما هو متوقع من الجسد البارد المطلق من مستوى الجحيم التاسع، بما أن وريث الداو قد مات. فلتكرسي طاقة الين النقية الخاصة بك لسيد الطائفة هذا. يان ران مستعدة لخدمتك أيها الكبير. أن أكون امرأة هذا الإمبراطور العظيم في ذروة قوته أفضل بكثير من أن أكون مع وريث الداو أو مع يي فينغ، ذلك الرجل الذي لا يستطيع حتى حماية نفسه. هذا الخيار أفضل بكثير. لماذا لم يختف هذا الختم بعد؟ الداو السماوي به عيوب. باستثناء المقاطعة الوسطى، الجنس البشري من المستحيل مطلقا أن ينجب إمبراطورا عظيما حقيقيا. ولكن كيف تمكن يي فينغ وحتى أتباعه من الوصول إلى رتبة الإمبراطور؟ لا بد أن لديه سرا عظيما. هل يعقل أنه لا يمكنني المساس بها؟ أغرب عن وجهي أيها الحثالة. لقد وصلت بالفعل إلى المقاطعة الوسطى. هل لا زلت تنوي تدمير مستقبلي؟ يي فينغ، لقد فسخت خطوبتي منك بالفعل. لماذا لا تزال تلاحقني بهذه الطريقة المزعجة؟ من اليوم فصاعدا أنت التلميذة الشخصية لهذا الإمبراطور. ركزي جيدا على زراعة طاقتك، وعندما تنجزين تدريبك بنجاح وتكرسين نفسك لهذا الإمبراطور سأجعلك سيدة الداو لطائفتي بمجرد أن تقدمي لي طاقة إليان الخاصة بك لتستمتعي بموارد لا تنضب ومكانة مرموقة. شكرا لك على نعمتك أيها الكبير. تدربي على هذه التقنية بطاعة، وعندما يصل تدريبك إلى الإتقان العظيم ستستقر طاقة إليان النقية الخاصة بك، وستصبح طاقة الجليد المطلقة نقية تماما. يمتلك هذا الإمبراطور تقنية سرية تضمن عدم إيذائك. سأخترق ذلك الحاجز بالقوة. وأمتص طاقة يان ران بالكامل. شكرا لك يا سيد الطائفة على تفكيرك في مصلحتي. يان ران مستعدة لتقديم كل شيء لسيد الطائفة. سأحتاج فقط للتضحية بحياة هذه الحثالة لكي يحقق هذا الإمبراطور اختراقه.
وأتربع على العرش الأعلى لإمبراطور السماء. حتى لو وضعنا يي فينغ وأتباعه جانبا، وحتى لو واجهت إمبراطور السماء من الساحة السماوية أو إمبراطور الشياطين من عالم الشياطين، فأنا الإمبراطور أمتلك القوة الكافية لسحقهم جميعا. سو يان ران، أتمنى ألا تخيبي ظني. يي فينغ، أنت بالكاد تستطيع حماية نفسك، بينما أنا وصلت إلى القمة في خطوة واحدة وأصبحت الوريث الشرعي لطائفة الداو، وأستمتع الآن بكل هذا المجد والثراء. قراري لم يكن خاطئا على الإطلاق. سيدي يي، هل سيغرق عالم البشر هذا في الفوضى؟ لقد حلت الكارثة الكبرى. ليس عالم البشر وحده، بل كل العوالم ستواجه الهلاك الحتمي. أخي يي، هل ستهاجم هذه الشياطين بواباتنا مرة أخرى؟ هل نطلب من الكبيرة زوي جيو والباقين القدوم فورا للدفاع عن المدينة؟ لا داعي للذعر. منظر جميل، أليس كذلك؟ النجدة، أنقذنا أيها الكبير يي. أيها المبجل، أرجوك، ما الذي يحدث بحق الجحيم؟ طاقة الموت في عالم الشياطين خرجت عن السيطرة فجأة وبدأت تتسارع بشكل جنوني لسبب نجهله، وكل مكان تمر به تباد فيه الحياة تماما. عالم الشياطين على وشك أن يبتلع بالكامل. لم نعد قادرين على البقاء هناك على الإطلاق. بدلا من أن تلتهمنا طاقة الموت في عالمنا ونتحول إلى وحوش بلا عقل ولا روح، أفضل أن أموت على يديك أنت أيها المبجل. أيها المبجل، أرجوك أقض علينا وامنحنا موتا سريعا يريحنا. عالم الشياطين تجتاحه طاقة الموت المدمرة، لكن هذا البشري ليس شخصا يمكن العبث معه أيضا. هل نحن الشياطين مقدر لنا أن نباد هكذا ببساطة؟ اسمعوني جيدا، الروح العملاقة والعدم المطلق والجبل الروحي وأرض اللوتس البيضاء المقدسة، هذه الطوائف الأربع أصبحت الآن أراضي بلا أسياد. يمكنكم اتخاذها كملاذ مؤقت لكم. شكرا لك أيها المبجل يي على منحنى مكانا نلجأ إليه. هذا المعروف العظيم لن ننساه أبدا ما حيينا. مع وجود ممر ختم الشياطين الخاص بالمبجل يي في الأمام لصد نيران الموت، أخيرا نحن في أمان الآن. الجنس البشري محظوظ جدا بوجود كيان عظيم مثل المبجل يي بينهم. مسموح لكم بالتواجد في تلك الأماكن الأربع فقط، أما باقي أراضي البشر وخاصة مدن وقرى الفانين العاديين يمنع عليكم أن تخطوا فيها ولو نصف خطوة. وإياكم أن تذبحوا شخصا واحدا منهم. نقسم بحياتنا أن نطيع أوامر سيدنا المبجل، ولن نقتل أي بشري عادي على الإطلاق، ولن نجرؤ أبدا على تجاوز الحدود ولو بمقدار أنملة. لقد مات إمبراطور الشياطين، ومن اليوم فصاعدا كلمات سيد الليل هي شريعة السماء الصارمة، وإن تجرأ أحد على المخالفة فلتسحقه السماء وتبتلعه الأرض. نطيع اليوم أمر سيد الليل بكل جوارحنا، وإن خالفناه فليحل علينا غضب السماء ولتبتلعنا الأرض. 10,000 شيطان يركعون خضوعا لرجل كهذا. ومع ذلك أرادت تلك المدعوة سو يان ران فسخ خطبتها منه. يا لها من عمياء لا تبصر الحقيقة. أمر مثير للشفقة والسخرية. رجل بهذه العظمة مثل سيد المدينة ياي، أتساءل حقا أي نوع من النساء قد ينال إعجابه؟ العوالم كلها في حالة اضطراب تام، وهذه ليست سوى البداية. أنتما الاثنان أرسلا الأخبار على الفور، واجمعان كل المزارعين في أراضي البشر وأمراهم بالتوجه فورا إلى ممر ختم الشياطين للاحتشاد هناك. سيد المدينة يجمع كل المزارعين، ولكن لأي سبب يا ترى؟ لتأسيس تحالف بشري والوقوف في وجه هذه الكارثة. مهمتنا الأولى هي منع هؤلاء الشياطين من عبور الحدود وذبح الفنين الأبرياء، وثانيا الحذر من طائفة الداو في المقاطعة الوسطى. أمرك مطاع يا سيدي. اطمئن يا سيد المدينة ياي، لن نخذلك أبدا وسننجز المهمة. لم أكن أتوقع أبدا أن يكون ممر ختم الشياطين مكانا قذرا ومنعزلا بهذا الشكل،
بدأت أشك الآن في كلام سيد طائفة العالم السفلي وكلام سيد وادي القمر الأبيض أيضا حول بطولات هذا الممر في صد الشياطين. هل هي حقيقة أم مجرد كذبة؟ سأسأل يي فينغ بنفسي لاحقا لأستوضح الأمر منه تماما. يا سيد المدينة يي، نفهم جيدا ضرورة الحذر من الشياطين، نحن نتفهم ذلك تماما، لكن المقاطعة الوسطى هي الأرض المقدسة للبشر، وطائفة الداو هي القائدة لكل الطوائف، فلماذا يجب علينا أن نحذر منهم؟ لأن طائفة الداو ليست طيبة ونبيلة كما تظنون. يا لها من نكتة سخيفة. القارة الوسطى تمتلك جذورا عميقة وقوة هائلة، ويشهد على ذلك العديد من الأباطرة العظام في قمة قوتهم، فكيف يمكن أن يكيدوا لنا نحن متدربي عالم البشر في ذلك اليوم الذي هبطت فيه الشياطين؟ هل أرسلت طائفة الداو تلميذا واحدا لمساعدتكم؟ همف يا يي فينغ، توقف عن نشر هذه الأكاذيب لتضليل الناس هنا. أنت من سمحت لتلك الشياطين باختراق أراضي البشر، مما تسبب في هذه الكارثة المروعة، والآن بدلا من أن تبحث عن حل لإصلاح ما أفسدته تريد منا أن نعادي طائفة الداو؟ ما هي نواياك الخبيثة بالضبط يا يي فينغ؟ أجل، الشياطين على أبوابنا، والقارة الوسطى هي أملنا الوحيد، فكيف لنا أن نجرؤ على إغضابهم؟ همف، تطلب منا أن نحذر من القارة الوسطى، وبدلا من ذلك نضع أيدينا في أيدي الشياطين؟ هذا مثير للسخرية حقا. لن نتعاون أبدا مع الشياطين مهما حدث. كارثة العوالم جميعها قد بدأت بالفعل، وهذا الخطر لا يقتصر على عرق واحد أو منطقة بعينها. انهيار عالم الشياطين بسبب خروج طاقة الظلام عن السيطرة ما هو إلا البداية فقط، وإذا استمررتم في التعصب لهذه الصراعات العرقية فإنكم لن تفعلوا شيئا سوى التعجيل بهلاكنا جميعا. أنا لم أرى أي كارثة تهدد العوالم كما تدعي. كل ما رأيته هو أنك قتلت مبعوث القارة الوسطى هنا. أنت على الأرجح مرعوب من انتقام طائفة الداو، ولهذا السبب اختلقت هذه المكيدة الرخيصة لتجرنا جميعا معك إلى الهاوية، أليس كذلك؟ بالضبط، لدرجة أنك تتحدث عن كارثة العوالم وتتذرع بمثل هذه الحجج المضحكة. أيها السادة، ألا تتفقون مع ما أقوله؟ نعم، لقد تجاوزت حدودك كثيرا يا سيد المدينة يي. لماذا يجب علينا أن نصدقك ونكذب القارة الوسطى؟ أنت من تضلل الناس بأكاذيبك. ما هي نيتك الحقيقية من دفعنا لاستعداء القارة الوسطى؟ بدلا من تصديق ترهاتك، من الأفضل لنا أن نعلن ولاءنا لطائفة الداو، بما أن هذا هو قراركم. من أراد منكم الانضمام إلى طائفة الداو فليغادر الآن، ولكن بمجرد خروجكم من قصر سيد المدينة فإن حياتكم وموتكم لن يكون لهما أي علاقة بقلعة ختم الشياطين. همف يا يي فينغ، هل تظن حقا أن قلعة ختم الشياطين خاصتك منيعة إلى هذا الحد؟ هل تعتقد فعلا أننا لا نستطيع الاعتماد إلا عليك؟ القارة الوسطى، هذا المكان أفضل بكثير من ممر ختم الشياطين الموحش الخاص بك. أيها السيد يي، أنت عنيد للغاية. انتظر فقط حتى يهبط أقوى أسياد طائفة الداو. كيف ستنهي هذه المهزلة حينها؟ هل كنت تحاول جرنا معك إلى الهاوية؟ لكن لحسن الحظ أنني كشفت مؤامرتك. أمر مثير للسخرية حقا. نحن ذاهبون الآن للانضمام إلى طائفة الداو. اعتن بنفسك أيها السيد يي. يا لهم من حثالة قصيري النظر، مجرد رعاع لا يجيدون سوى التذلل ولعق أحذية الآخرين. أيها السيد يي، هؤلاء عندما تحل الكارثة فإن الاختبار الحقيقي لم يكن يوما في مواجهة الأعداء الخارجيين، بل في نوايا قلوب البشر. خلال فترة غيابي وذهابي إلى عالم الشياطين، عليكم جميعا حماية الجنس البشري بكل قوتكم. لا تسمحوا للشياطين أو للمتدربين بالتنمر على البشر العاديين أو إيذائهم. سمعا وطاعة لأوامرك أيها السيد. أخي، وفقا لما قالته قبيلة قمع الجحيم،
لقد عمت الفوضى تماما في عالم الشياطين. هل نحن مضطرون حقا للدخول إلى هناك؟ إن سرعة انهيار عالم الشياطين تفوق التوقعات بكثير. يجب أن أدخل لأرى ما يحدث بنفسي. مهما بلغت الفوضى في عالم الشياطين، وحتى لو انهار الجنس البشري بأكمله، فما شأننا نحن بكل هذا؟ بفضل قوتك يا أخي ياي. حتى لو حلت الكارثة العظمى، فإن حماية ممر ختم الشياطين. ألن تكون مهمة في غاية السهولة؟ عندما تحل الكارثة، سواء كانوا من الشياطين أو من المتدربين البشر أو حتى من طائفة الداو في القارة الوسطى، كل من يسعى لنشر الفساد والخراب في هذا العالم كائنا من كان سأقضي عليه حتما. يا لها من هيبة وشجاعة عظيمة. حتى إمبراطور الشياطين نفسه وإمبراطور السماء في القارة الوسطى لا يمكنهم مقارعة عظمة السيد ياي. أيها السيد يي، بعد أن تدخل إلى هناك، ماذا لو انتهزت تلك الشياطين والمتدربون الفرصة لإيذاء البشر العاديين؟ ماذا سنفعل حينها؟ العجوز تشو ورفاقه أقوياء بما يكفي لحراسة المكان. ماذا لو واجه السلف مشكلة لا يمكنه التعامل معها؟ إذا كان هناك حقا من يتجرأ على التطاول، فبمجرد أن أخرج من هنا سأقوم بتصفية الحسابات معهم بنفسي. آمل خلال فترة غياب سيد المدينة يي ألا يتمادى هؤلاء الأوغاد في أفعالهم. هذه الهالة أصبحت أشرس بكثير من ذي قبله بفضل هذا النقش. سأضمن سلامتكم تماما. وهكذا أسلحة عالم النور الروحية وأسلحة عالم الشياطين السحرية. لن تتمكن من إيذائنا ولو بشعرة. والآن سآخذكم لترو. هذه الكارثة التي اجتاحت جميع العوالم، من أين بدأت بالضبط؟ يا سادتي، ما سبب نزولكم إلى هذا المكان؟ هل لديكم أي أوامر لنا؟ في السابق كان يي فينغ يحميكم، أما الآن فإن يي فينغ لا يستطيع حتى حماية نفسه. ابتداء من اليوم، عروق الطاقة الروحية هنا وحتى حيواتكم البائسة كلها أصبحت ملكا لطائفة الرياح السوداء. على الجميع النزول إلى المنجم فورا لاستخراج الأحجار الروحية. أسرعوا جميعا، من نضبطه يتكاسل سيقتل فورا. جدي لم يعد قادرا على المشي. أرجوك يا سيدي ارحمنا. أيها العجوز الملعون، انهض بسرعة. إذا تسببت في تأخير استخراج الأحجار الروحية، فعشر أرواح بائسة مثلك لن تكفي للتعويض. يا سيد المدينة يي، أين ذهبت؟ أرجوك أنقذنا نحن البشر العاديين البائسين. لقد قال السلف السلحفاة العظيم: هذا المكان سيصبح وطنا لعشيرتنا من الآن فصاعدا. أيها الوحش اللعين، كيف تجرؤ على تدنيس أراضي البشر؟ اقتلوه. نحن ننفذ أوامر المبجل يي بحماية هذه الأراضي. لماذا تواصلون التعدي علينا وذبح إخواننا؟ ومن يظن يي فينغ نفسها؟ هل تصدقون كلام قائد نكرة يدافع عن مدينة محطمة؟ عودوا إلى عالم الشياطين الخاص بكم. لقد استعدنا هذا المكان. سلموا جميع أحجاركم الروحية ومواردكم فورا.
لقد أمرنا المبجل يي بالبقاء مسالمين، ولكن الآن أنتم من أجبرتمونا على القتال. اليوم سأخوض معكم معركة دموية حتى النهاية. انظروا إلى الشياطين وهي تكشف عن وحشيتها. لقد ثبت أن يي فينغ يتواطأ مع الشياطين حقا ويريد إبادة جنسنا البشري. البشر هم من بادروا باستفزازنا لإشعال هذه الحرب. أمر سيد المدينة صريح: كل من ينشر الفوضى في أراضي البشر، سواء كان متدربا أو شيطانا، يقتل بلا رحمة. أنت تقتلني من أجل حثالة من البشر العاديين؟ شكرا لك أيها السيد الخالد على إنقاذ حياتي. وحده سيد المدينة يي من يهتم لأمرنا، نحن العزل، البشر العاديين الذين لا حول لهم ولا قوة. هل رأيتم ذلك؟ يي فينغ يتآمر مع الشياطين، بل ويأمر أتباعه بذبحنا. أسرعوا إلى القارة الوسطى، اطلبوا من طائفة الداو أن تثأر لنا تنفيذا لفرمان سيد المدينة العادل. كل من يعبث بأمن أراضي البشر الموت مصيره. سأذهب إلى القارة الوسطى لأفضح يي فينغ. إنه خائن للجنس البشري وعميل للشياطين، يذبح أبناء جلدته من أجل حفنة من الوحوش. لقد أصبح يي فينغ حقا كلبا مطيعا للشياطين. كيف تجرؤ على إهانة سيد المدينة هكذا؟ أرجوك أيها المبعوث، ارحم بحياتي. نحن نعترف بخطئنا. التزموا بحدودكم الفاصلة بين الشياطين والبشر، حتى لو كانت مستويات طاقتنا متساوية. إن تجرأتم على تخطي الحدود مرة أخرى، ففي اليوم الذي يعود فيه سيد المدينة سيكون ذلك يوم إبادتكم جسدا وروحا. نقسم بحياتنا على طاعة أوامر السيد ياي ما دام ذلك الرجل العظيم موجودا. من الأفضل لي أن ألزم حدودي وأبقى هادئا. لقد كان سيد المدينة محقا بالفعل. المتدربون يتنازعون والشياطين تعيث فسادا، وفي النهاية البشر العاديون هم من يدفعون الثمن، سواء في السلم أو الحرب. معاناة البشر لا تنتهي. يي فينغ قد تمادى كثيرا. كيف يجرؤ على مساعدة البشر العاديين في قتلنا؟ هذا ثأر لا يغتفر، ولن تجمعنا سماء واحدة بعد اليوم. فلنذهب جميعا للاحتماء بطائفة الداو ولنفضح جرائم يي فينغ وتواطؤه مع الشياطين أمام القارة الوسطى بأكملها. لماذا لا يهربون إلى عالم البشر، بل يبقون هنا يكافحون بصعوبة بالغة؟ سواء كانوا من البشر أو من الشياطين، فهناك من يرفض التخلي عن وطنه بعد حلول الكارثة. الشياطين ما هم إلا كائنات حية أوجدتها مشيئة السماء في عوالمهم، ومظهرهم الخارجي هو فقط ما يختلف عنا. ما رأيته هنا يفوق استيعابي تماما. اتضح أن الشياطين ليسوا شرا مطلقا، بل إن بعض البشر أسوأ بكثير من هذه الشياطين. أنا شيطان من قبيلة اليشم، خارج ممر ختم الشياطين التابع للبشر، الطاوي بايليان، وطائفة تينغ جيان، وطائفة الجو لينغ، وطائفة شومي. جميعهم جلبوا الهلاك لأنفسهم، مما منح الشياطين عن غير قصد ملاذا آمنا. الأخ ييا، قلبك العظيم يتسع لكل العرقين، وحضورك استثنائي حقا. أنا أكن لك كل الاحترام والتقدير. تحياتي لك أيها المبجل يي. هل جنرال قبيلتكم الكريمة بخير؟ الشياطين التي هربت إلى عالم البشر جميعها الآن في أمان. نشكرك على فضلك العظيم أيها المبجل يي، لأنك أبقيت على بصيص أمل لعالم الشياطين. ولكن لماذا تتسرب الطاقة الشيطانية من الصدع لتنشر الفوضى والخراب في عالم البشر؟ أرجوك أيها المبجل ييه، ارحم بحياتي. هذا الأمر خارج عن سيطرتنا تماما منذ اختفاء جلالة إمبراطور الشياطين، والطاقة الشيطانية تبدو وكأن أحدهم يتلاعب بها، وتزداد هيجانا يوما بعد يوم. يتلاعب بها؟ يبدو أن قلب عالم الشياطين هذا قد سقط بالفعل. أتوسل إليك أيها المبجل يي من أجلنا أن ترشد الشياطين المتبقية هنا إلى طريق للنجاة، ونحن رهن إشارتك وتحت أمرك. اتبعوني، سنتجه إلى مدينة الشياطين المركزية. هذا المكان يقع في قلب المنطقة، وهو منبع الطاقة الشيطانية، ومع ذلك لم يتأثر بها. قفوا عندكم.
أثبتوا هويتكم أولا. المبجل يه هو ضيف الشرف لجدنا السلحفاة، فمن يجرؤ على اعتراض طريقه؟ تحياتنا لك أيها المبجل يه. تلك السلحفاة الحقيرة التي تتملق للبشر. أرسلت متدربا بشريا إلى أرضي، سأذهب لألقنه درسا بنفسي. لماذا أرسلك ذلك الوغد إلى هنا؟ هل أدلرشت أخيرا؟ ويريد المشاركة في خطتي الكبرى؟ أدلرشت؟ ما الذي تخطط له بالضبط؟ إذا لم يكن الأمر كذلك فاغرب عن وجهي وأخرج من مدينة الشياطين الوسطى. ليس لدي وقت لأضيعه في الثرثرة معك. سلمني ما في يدك. وسام إمبراطور الشياطين، سأذهب بنفسي للتحقيق في مصدر هذه الكارثة. هل أرسلك سلف السلاحف أنت أيها المتدرب البشري النكرة للتحقيق في مصدر الكارثة؟ هذا مجرد هراء محض. يبدو أن البقاء مع البشر قد أفسد عقله تماما تقديرا لتلك السلحفات التي أرسلتك. سأعفو عن حياتك هذه المرة قبل أن أفقد أعصابي. أغرب عن عالم الشياطين فورا بصفتك المحارب الأول تحت إمرة إمبراطور الشياطين، وتقبع هنا في مدينة الشياطين الوسطى بلا حراك، تاركا الطاقة الشيطانية تتسرب وتدمر كل شيء. ما هي العقوبة التي تستحقها برأيك؟ فوضى عالم الشياطين هي كارثة طبيعية، إنها مشيئة السماء، ومن يقدر على تحدي ذلك؟ أنا الإمبراطور، أقف مكتوف الأيدي أيضا. ليس لدي وقت لأستمع إلى أعذارك التافهة. سلمني وسام إمبراطور الشياطين حالا، وسأذهب بنفسي إلى مصدر الكارثة لأكشف الحقيقة. ها 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 ها. لا تقل لي أن تلك السلحفاة الجبانة قد تمكنت من خداعك حقا؟ أأنت مجرد نكرة لا قيمة له، وتظن أنك قادر على الذهاب وكشف الحقيقة؟ يا لك من وقح ومتبجح. يكفي هراء. سلمني وسام إمبراطور الشياطين، ثم أغرب عن وجهي. أنا الإمبراطور، المحارب الأول تحت إمرة إمبراطور الشياطين. حتى أباطرة النخبة من طوائف البشر يضطرون لإظهار الاحترام والخضوع حين يرونني. فكيف تجرؤ أنت أيها الحشرة على التمادي والغرور بهذا الشكل؟ إذن طائفة الداو البشرية لها علاقة بسيف الشياطين حقا. أي نوع من الأسلحة هذا السلاح المخيف؟ كيف يمكن لقوته أن تكون مرعبة هكذا؟ من أنت؟ أي كيان عظيم تكون. من أنت بحق السماء لتمتلك سلاحا مرعبا كهذا؟ أنا ياي فينغ، سيد مدينة ممر ختم الشياطين. ما هي المؤامرة التي تحيكها أنت وشيانغ يوان؟ إليك أمر الإمبراطور الشيطاني. علاقتي مع شيانغ يوان مجرد صداقة شخصية، وهذا الأمر لا يخصك على الإطلاق، أليس كذلك؟ سأكتشف الحقيقة بنفسي. وإن كان هناك حقا مؤامرة بينك وبين طائفة الداو، فلا تلومني إن قطعت رأسك النمري هذا. إن تمكنت من كشف السر خلال 3 أيام، فرأس هذا الإمبراطور سيكون ملكا لك لتأخذه. أما إن فشلت في ذلك فهذا الإمبراطور سيأخذ رأسك أنت. بعد 3 أيام سأقطف رأسك النمري. لقد ذكرت تلك الشياطين طائفة الداو للتو. هل يعقل أن ما قاله سيد المدينة ياي صحيح، وأن اضطرابات عالم الشياطين لها علاقة بطائفة الداو؟ سنعرف الحقيقة بعد قليل. أيها المزارعون البشر، ما زلتم تتجرؤون على الغطرسة هكذا. سأجعلكم قريبا تذهبون بلا عودة. أيها الجنرال، هل ستسمح لهم حقا بدخول الأرض المحرمة؟ ألن ينكشف سرنا مع طائفة الداو هكذا؟ لن يتمكنوا من الوصول إلى الأرض المحرمة أبدا. هل تقصد أننا سنستخدم ذلك الشيء؟ لا يوجد أي أثر لطاقة العالم السفلي داخل المدينة المركزية. وعلاوة على ذلك، تبدو هذه الشياطين هادئة جدا ومطمئنة بشكل مريب. هذا المكان مريب جدا. لابد أن هناك خطبا ما. إمبراطور نمر شيوان وهذه المدينة أيضا يخفيان سرا بكل تأكيد، وأمر الأرض المحرمة قد بدأ للتو. في هذا الوقت إنها فرصة ممتازة لنرى أي حيل يمكن لإمبراطور نمر شيوان أن يفتعلها. أيها السيد ياي، ما هي طاقة العالم السفلي هذه بالضبط؟
ومن أين تأتي؟ طاقة العالم السفلي تأتي من العالم السفلي نفسه، إنها الصدى الأخير للعالم السفلي قبل فنائه، ولها اسم آخر أيضا، هالة الشؤم. الشؤم في العوالم التي لا تحصى. كان هناك يوما عرق جبار، وجوده بحد ذاته كان يعتبر من المحرمات، والعالم الذي سكن فيه هذا العرق المحرم انهارت جحيم العالم السفلي وتحولت إلى منطقة محرمة. تحولت جثث ذلك العرق المحرم إلى كائنات مشؤومة، والهالة التي تنبعث من هذه الكائنات هي طاقة الموت التي نراها اليوم، وهذه مجرد نفحة صغيرة تسربت من ذلك الشؤم العظيم. إذن هذا العرق المشؤوم إلى أي مدى يجب أن يكون مرعبا؟ وماذا لو كانوا أقوياء؟ لم يتمكنوا من التحرر من قيود قوانين السماء لهذا العالم، وفي النهاية لم يفلتوا من مصير الفناء. تخلصوا منهم كما فعلنا سابقا، وأرموهم مباشرة في التشكيل السحري العظيم في وقت قصير يعادل شرب فنجان من الشاي. هل فقد إمبراطور النمر ذو الأصول العشرة صبره بهذه السرعة؟ يبدو أن تلك المنطقة المحرمة تخفي حقا شيئا لا يريدونني أن أراه. قوتك مرعبة حقا، لكنك ستموت على أي حال. هذا مزارع من عرقكم البشري. ألن تتحرك لتنظيف صفوفكم من الخونة؟ يا للأسف على طاقتك الروحية التي بلغت عنان السماء. إن أردت إلقاء اللوم فلوم نفسك على التدخل في مستنقع لا يعنيك. ختم الإمبراطور البشري هنا. رؤية هذا الختم كأنك تقف أمام قوانين السماء ذاتها. لا أستطيع استدعاء طاقتي الروحية. لقد أصبحت مجرد إنسان فان منذ أن اختفت المحكمة السماوية وإمبراطور السماء. أصبح ختم الإمبراطور تحت وصاية طائفة الداو. يبدو أن طائفة الداو قد تواطأت حقا مع عالم الشياطين. طائفة الداو تتحالف مع الشياطين. ألا تخشون أن يفتضح أمركم وينبذكم العالم بأسره؟ ها يفتضح أمرنا؟ لن يخرج أي سر من هنا بعد أن تموتوا جميعا. من سيعرف ما حدث اليوم؟ إذن سلاح إمبراطور النمر السري هو ختم الإمبراطور البشري، ولكن من المؤسف أن هذا الختم لا يؤثر علي إطلاقا. كيف لم تتأثر به؟ هذا مستحيل. حتى السماء والأرض تخضع لسلطة هذا الختم. ماذا لو كان هناك من يعلو فوق السماء والأرض، بل وفوق قوانين السماء نفسها؟ هل تجاوزت قوانين السماء للبشر؟ لا، هذا مستحيل تماما. كيف يمكن لكائن كهذا أن يوجد؟ لا بد أن سلاحك يحمل في الأصل ختم الإمبراطور الإلهي. إن وجود ختم الإمبراطور الشيطاني بين أيديكم هو حقا إهدار مطلق. كيف يمكن لختم الإمبراطور الإلهي أن يطيع أوامرك؟ أنت ما الذي تكونه بحق الجحيم؟ نحن لقد ماتوا جميعا. حتى ختم إمبراطور البشر لم يستطع تقييد سيد المدينة ياي، بل على العكس لقد أطاع أوامر سيد المدينة ياي. ما مدى قوة سيد المدينة ياي بالضبط؟ لقد أصبح شخصا يستحيل فهمه أكثر فأكثر. مجرد مجموعة من الحثالة وتجرؤون على إظهار مخالبكم أمام أخي العزيز ياي. قوة اللوردي مرعبة للغاية بكل معنى الكلمة. هذا الرجل قوي بشكل جنوني. يجب أن أسرع بالعودة لإبلاغ الجنرال شيافيتاو. أي أيها السيد، أرجوك ارحم حياتي. أخبرني ماذا يفعل شيوان هو وطائفة الداو داخل الأرض المحرمة؟ أيها السيد، أنا مجرد جندي عادي بسيط. أنا لا أعرف أي شيء على الإطلاق. إذا لم يكن لديك معلومات تشتري بها حياتك فمت الآن. دعني أقتله أنا وأنفذ الأمر. إذن سأتكلم، سأقول كل شيء. هل ستعفو عن حياتي حقا أيها السيد؟ أنت مجرد شيطان صغير لا قيمة له. ليس هناك سبب يجعلني مضطرا لقتلك. أنا مستعد للتحدث. إنه الجنرال. قبل 10 سنوات في شق مكاني داخل سجن الفوضى، عثر الجنرال على جثة لكائن مشؤوم وأخفاها في الأرض المحرمة. جثة كائن مشؤوم. وضع جثة مشؤومة داخل الأرض المحرمة. هذا هو منبع الطاقة المظلمة.
تحالف الجنرال مع طائفة الداو ونصبوا مصفوفة دماء عظيمة في الأرض المحرمة ليضحوا بالبشر والشياطين وكل الكائنات الحية من أجل استخراج قوة إرادة السماء من دمائهم. إنهم يريدون إحياء ذلك الكيان المشؤوم للسيطرة على ذلك الشؤم وحكم جميع العوالم. لا عجب أن عالم الشياطين بدأ في الاضطراب منذ 10 سنوات. إذن هذا هو السبب الحقيقي. شؤم، أيمكنه حقا أن يبعث من جديد؟ الكيان المشؤوم قد تشكل من بحر جثث أقوى سادة العالم السفلي، ورغم أنه منبوذ من جميع العوالم إلا أن قوته الساحقة قبل موته جعلت من المستحيل تدمير جسده المادي بالكامل. وإذا تم تغذيته بما يكفي من جوهر الطاو السماوي فمن المؤكد أنه سيبعث من جديد. ولكن هل يمكن السيطرة على هذا الكيان المشؤوم حقا؟ السيطرة عليه مستحيل أن يتمكنوا من ترويض شيء كهذا بمجرد أن يبعث. سيتحول كلا العالمين البشر والشياطين إلى مجرد وليمة دموية له، بما في ذلك أنا، طائفة الطاو والإمبراطور النمر ذو الأصول 10. إنهم يحفرون قبورهم بأيديهم. هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها على وجه السيد ياي مثل هذا التعبير الخطير والصارم. أولئك المزارعون الذين انشقوا وانضموا لطائفة الطاو قد وصلوا إلى الولاية الوسطى. إنهم ليسوا سوى أدوات في يد طائفة الطاو والإمبراطور النمر، مجرد وقود تافه لإحياء الكيان المشؤوم. وإذا عاد هذا الكيان المشؤوم إلى الحياة حقا فهؤلاء الحثالة المثيرون للشفقة سيكونون هم المتواطئين في إبادة عالمي البشر والشياطين معا. لنذهب ونجد الإمبراطور النمر ذو الأصول 10. يا لها من عظمة! يا لها من هالة خالدة مهيبة! إنها حقا جديرة بنا نحن مزارعو المسار الصالح. إنها الأرض المقدسة التي طالما تاقت إليها قلوبنا مقارنة بممر شيطان الرياح المتهالك الخاص بيي فينج. هذه هي الطائفة العظيمة بحق. أميتابها ذلك الشيطان يي فونغ لا يستحق حتى أن يحمل أحذية أتباع طائفة الطاو. وأنتم أيها المزارعون النكرات، ما الذي أتى بكم إلى طائفة الطاو؟ تحياتنا لك أيها الكبير. أيها الكبير، ذلك اللعين يي فينغ قد تآمر مع الشياطين وذبح إخواننا المزارعين الأبرياء بلا رحمة، والآن أراضي البشر بأكملها قد احتلت من قبل يي فونغ والشياطين. لم يكن لدينا أي خيار آخر سوى المجيء والتوسل لطائفة الطاو للانتقام لنا وغسل عارنا. كما توقعت تماما، بمجرد أن غادرنا قام ذلك الوغد يي فينغ بالبدء في نشر الخراب والدمار في أوساط البشر. أن يخرج من بين البشر حثالة مثله، إنها لمأساة حقيقية لعرق البشر. أميتابها، بما أنكم وصلتم أخيرا إلى طائفة الطاو، طائفة الداو ستتداخل بالتأكيد بالنيابة عنا للقضاء على الشياطين والدفاع عن طريق الداو وإعادة السلام إلى الجنس البشري. نحن متدرب البشر نؤدي تحياتنا لطائفة الداو. نتوسل إلى طائفة الداو أن تتدخل لتقتل يي فينغ وتخلصنا من شره. لقد هبطت التلميذة المباشرة لطائفة الداو سو يون رون. كيف أصبحت هي التلميذة المباشرة لطائفة الداو؟ اسمي هل تجرؤون أنتم أيها الحشرات من البشر على النطق به هكذا؟ نحن هنا في طائفة الداو بالمنطقة الوسطى وليس في العالم السفلي. على البشر أن يعرفوا حجمهم الحقيقي. نؤدي تحياتنا للتلميذة المباشرة. انهضوا. سويان ران أصبحت حقا تلميذة مباشرة لطائفة الداو. إذا كانت حقيرة مثل سويان ران يمكنها أن تصبح تلميذة مباشرة.
أليس لدينا نحن أيضا فرصة للانضمام إلى طائفة الداو؟ أشعر أن هذا المكان يزداد غرابة شيئا فشيئا. هل يعقل أن إمبراطور النمر شيوان قد هرب؟ يهرب؟ ليس لديه وقت للهرب. يا لها من هالة شيطانية هائلة باتساع المجرة. إنها هالة مصدر الشؤم. يبدو أن ذلك الشيطان الصغير لم يكن يكذب. لا تلمسوها، هذه كلها من مصدر الشؤم. بمجرد لمسها ستصابون بالعدوى وتتحولون إلى موتى سائرين. يي فينغ، لماذا تصر دائما على إفساد خططي؟ أنت مجرد قط غبي، جشع وأحمق. أخشى أن كلا العالمين سيدمران على يديك. طالما يمكنني أن أصبح أقوى، فما المانع من التضحية بكلا العالمين؟ لن أسمح لك بالعيش اليوم. لقد اندمجت بالفعل مع قوة الشؤم. وأنت أيتها الحشرة الحقيرة ما زلت تعتقد أنك قادر على قتلي. يا لها من هالة مرعبة. اليوم سأجعلك تتذوق الرعب الحقيقي للشؤم. همم. يي فينغ، مدينة الشياطين هذه ستكون قبرك. فهمت الآن. لقد قمت بإصابة جميع شياطين هذه المدينة في الخفاء بطاقة الشؤم. لقد حولت حتى أقرب أتباعك إلى موتى سائرين. أنا قاس، بل إن احتضان الشؤم هو نعمة لا تضاهى. فأن يصبحوا حراسا للشؤم هو شرف عظيم لهم. ستلقون نفس مصيرهم وتصبحون مجرد قرابين. اليوم ستموتون جميعا. الحي الصيني يضم ما لا يقل عن 100,000 وحش وشيطان. هل يظن أنه سيستنزف قوانا حتى الموت بهذه الوحوش؟ ما الذي يحدث؟ كيف تستطيع إخضاع الوحوش الملوثة بقوة الشؤم المظلمة؟ هذا يتنافى مع كل القواعد، لأن قواعد عالمي البشر والشياطين أنا من يكتبها. كفاك هراء ودعاء. اهجموا عليه دفعة واحدة. اقتلوهم لنرضي قوى الشؤم العظيمة. لا، هذا مستحيل. لا يستحيل أن يحدث هذا. أنت تقف في قلب الهالة الشيطانية، فكيف لم تصب بخدش واحد؟ ألم أقل لك؟ عالم البشر والشياطين هذا يقبع تحت سيطرتي المطلقة، والدور الآن عليك أيها القط الغبي. كفاك ادعاء وغرورا. مت الآن أمام إمبراطورك. لا يمكنك قتلي. أنا خادم مطيع لسيدي الشؤم العظيم. إن قتلتني فلن يرحمك سيدي الشؤم أبدا عندما يبعث من جديد. أيها الأحمق، الشؤم سيبتلع كل شيء في طريقه، وفي النهاية ستتحول أنت أيضا إلى مجرد وليمة دموية له. ستندم أشد الندم على فعلتك هذه. بعد قليل سأرسلك لتلتقي بسيدك الشؤم في الجحيم. فات الأوان. لقد هربت سيدي الشؤم خارج الأراضي المحرمة بالفعل. لقد انتهى أمرك. ها. هل حقا غادر الشؤم الأراضي المحرمة؟ نعم، لم يعد الشؤم موجودا في عالم الشياطين، ولم يعد في الأراضي المحرمة أيضا. إذن لابد أن إمبراطور النمور هذا قد أرسل الشؤم إلى طائفة الداو من أجل تحقيق أهدافهم الدنيئة. لم يكترثوا بحياة الأبرياء في كلا العالمين على الإطلاق. هذا تجاوز لكل الحدود. أيها المبجل، يي الشؤم قد تغذى بالفعل وازدادت قوته. يجب علينا الإسراع وإيقافه فورا. أيها المبجل يي، إلى أين أنت ذاهب؟ إلى طائفة الداو لكي أصفي حساباتي معهم دفعة واحدة. أخي يي، طائفة الداو في الولاية الوسطى تمتلك جذورا عميقة، والأباطرة العظماء فيها كثر كالسحاب. ناهيك عن أنهم قادة الطريق المستقيم للجنس البشري. إن كارثة كبرى على وشك أن تحل بنا. سأقتل كل من يقف في طريقي. سيدي الحاكم، هل حدث مكروه؟ بعد أن دخلت إلى عالم الشياطين أثار المتدربون من البشر الفوضى، وانتهزت الشياطين الفرصة لإثارة المشاكل. لقد قمنا للتو بإخماد هذه الكارثة، ولكن الكارثة الكبرى على وشك الوقوع، ولا يزالون يهتمون فقط بمصالحهم الشخصية. إنهم حقا حثالة مثيرون للإشمئزاز. اتبعوني جميعا لنتوجه إلى جونغ تشو. أوامرك مطاعة يا سيدي. سنتبعك حتى الموت.
إذا كانت حثالة مثل سويان ران قادرة على دخول طائفة الداو، فكيف يمكن أن يكونوا أشراراً؟ لقد خدعنا يي فينغ بالفعل. من المؤكد أن يي فينغ كان خائفاً من أن نحصل على مستقبل باهر، ولهذا السبب حاول بكل الطرق منعنا من القدوم إلى جونغيتشو. إنه مرعوب من أن نحصل على فرصتنا في طائفة الداو لنعود بعدها ونصفي حساباتنا معه بمساعدة الطائفة. مجرد مجموعة من الحثالة القادمين من العالم السفلي. هل تظنون حقا أنكم تستحقون الانضمام إلى طائفة الداو معي؟ اقبلوهم ثم أحضروهم إلى الجبل الخلفي لمقابلتي. بحق السماء، ما الذي رآه زعيم الطائفة في هؤلاء الحثالة ليقبلهم؟ اعتبروا أنفسكم محظوظين جدا. لقد أشفق زعيم الطائفة على حالكم البائس وقرر قبولكم في الطائفة. شكرا جزيلا لك يا أختي الكبرى، ونشكر زعيم الطائفة على فضله العظيم. إن الانضمام إلى طائفة الداو هو حلمنا الذي طالما سعينا إليه طوال حياتنا. نرجو من زعيم الطائفة ومنك يا أختي أن تطمئنوا تماما. لن نجلب العار أبدا لأرض الخالدين المقدسة. سنخوض في النيران ولن نتردد أبدا. سنخوض في النيران ولن نتردد أبدا. سنخوض في النيران ولن نتردد أبدا. أنتم من قلتم ذلك بأنفسكم. لقد أحضرتهم يا سيدي. تحياتي لزعيم الطائفة. ليدم ازدهار طائفتنا يا زعيم الطائفة. طريق الخلود، طريق الخلود. المجد لطائفة الداو. هذا الاسم لا يليق. من الآن فصاعدا لا تنادي نفسك سونغ داو بين. زعيم الطائفة يمنحك اسم سونغ شينغ وانغ ليكون رمزا للازدهار والنجاح. التلميذ الصغير سونغ شينغ وانغ يشكر زعيم الطائفة على هذا الاسم. مثل هذه الحثالة المتملقة تتمكن من الانضمام إلى طائفة الداو معي. هذا من حسن حظكم جميعا. خذوا هذا لتعزيز قوتكم. نشكر زعيم الطائفة على هذه المكرمة. تهاهاها 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 تهاهاها. أخيرا لقد أصبحت إمبراطورا. أن أبلغ مرتبة الإمبراطور العظيم بهذه السهولة. هذه هي نعمة طائفة الداو العظيمة. أميتابها. إنها حقا أساليب معجزة. الانضمام إلى طائفة الداو هو أذكى قرار اتخذناه في حياتنا. اخدموا طائفة الداو بإخلاص، وفي المستقبل حتى لو أردتم بلوغ عالم السماء والأرض فهذا لن يكون مستحيلا أبدا. يي فينغ على وشك الوصول. اذهبوا للقائه من يظن هذا الإي فينغ نفسه. هذه المرة سنجعله يأتي ولن يعود حيا أبدا. بأي حق يحصل هؤلاء المتدربون الحثالة من العالم السفلي على كل هذه الفرص العظيمة؟ لماذا لم يكافئني زعيم الطائفة بإكسير؟ تقنية التدريب المزدوج للين واليانغ. إلى أين وصل تدريبك لتعويذة الإمبراطور؟ أجيبك يا زعيم الطائفة إنني على وشك إتقان الأساسيات تماما. بما أنك تتدربين على التقنية المزدوجة من أجل طائفتنا فأنا بالتأكيد لن أبخس حقك أبدا. هل هذا لي؟ عندما يكتمل تدريبك وتصلين للذروة سيكون هذا الإكسير لك تناوله. سيسمح لك بالصعود فورا إلى مرتبة السماء. أجل تلميذتك يان ران ستسرع من تدريبها بالتأكيد، ولن تخيب آمال زعيم الطائفة العظيمة بي. هذا الإمبراطور ما زال بحاجة لامتصاص طاقتك الجوهرية. كيف لي أن أسمح لك بابتلاع إكسير كهذا فعلا؟ يي فينغ خطيبتك هذه غبية لدرجة مثيرة للشفقة. يي فينغ، بماذا تظن أنك قادر على مواجهتي؟ تتجسس علي؟ حيلة جيدة حقا، لا بأس بها. يي فينغ أيها السيد يي، هل تعرف شيئا عن القارة الوسطى؟ قصر واحد يعانق السماء، وطائفتان تقفان جنبا إلى جنب، وثلاث سلالات تشكل القوة. القصر الواحد هو البلاط السماوي، يمسك بزمام السلطة العليا، ولكن بعد اختفاء إمبراطور السماء اختفى البلاط السماوي معه. وتحت البلاط السماوي توجد الطائفتان.
وبخلاف الطائفة التي تعرفونها جيدا. الطائفة الأخرى هي طائفة الشياطين، وهؤلاء الأوغاد في الأسفل هم طائفة الشياطين أنفسهم. هناك شيء ما تحت قارة الروح. لم أتوقع أبدا أن تتحالف طائفة الشياطين مع طائفة الطاو. هذه القارة الوسطى مخيبة للآمال حقا. أيها العجوز، تشو سأترك الأمر لكم. لقد ذبحتم هذا العدد الكبير من أبناء طائفتي، يا لها من وحشية. ما قالته طائفة الطاو كان صحيحا بالفعل. أيتها الوحوش الشيطانية التي تعيث فسادا في عالم البشر موتوا. هذا التنين الشيطاني أخشى أنه قد وصل إلى عتبة قوة السماء والأرض. إنه يعيث فسادا في عالم البشر. لا وقت لدي لأضيعه معك لنتراجع أولا. أفسح الطريق وإلا سحقتك. حتى إمبراطور السماء لم يبث في قلبي مثل هذا الرعب في الماضي. أيها الكبير، أرجوك اهدأ. لقد أتيت لإيقافك فقط لأنني سمعت طائفة الطاو تقول إنك تجلب الدمار للجنس البشري. تأتي لاعتراضي دون حتى التحقق من صحة الأخبار. سأصفي حسابي معك لاحقا. والآن أفسح الطريق. أيها الكبير، أنا مستعد لأكون مطيتك لأقلك في رحلتك إلى طائفة الطاو. كل ما أرجوه هو أن تسامحني أيها الكبير. أصعد أيها الكبير. سرعتي تفوق سرعة قوارب الروح بكثير. تنين حقيقي بقوة السماء والأرض يقبل أن يكون مجرد مطية؟ الأخ يي إنه في غاية الروعة. يعجبني هذا كثيرا. دعونا نتبعه. أيها السيد، يبدو أننا لم نرى القوة الحقيقية الكاملة للسيد حتى يومنا هذا، وهو يقاتل. لننطلق. أحرس بوابة الجبل هذه جيدا، وبمجرد أن يظهر ذلك الوغد يفانغ الذي يزعجني بلا توقف، ذلك الأحمق الذي لا يعرف قدر نفسه، اقتلوه على الفور. سمعا وطاعة لأوامرك. وماذا إن كان إمبراطورا عظيما؟ ألن ينتهي به المطاف راكعا تحت قدمي بكل خضوع؟ هذه السافلة تجعلنا نحن الأباطرة العظام نقف كحراس للبوابة لولا زعيم الطائفة. من تظنين نفسك أيها الحشرة؟ يفانغ، متى ستأتي إلى هنا؟ لقد حان وقت تصفية الحسابات بيننا. تنين إنه يمتطي تنينا حقيقيا. من هو هذا الكيان العظيم الذي هبط علينا؟ يا له من مظهر مهيب يليق بالخالدين، لكن أفعالكم في غاية القذارة والانحطاط. يفانغ، أيها الوغد المغرور، لقد أتيت حقا. لقد فسخت خطوبتنا بالفعل. فلماذا لا تزال تلاحقني هكذا؟ أزل الختم عني فورا. الختم؟ لولا أنك ذكرت الأمر لكنت قد نسيته تماما. أنت كيف تجرؤ على إيذائي؟ نسياني لإزالة الختم هو ما منحك بضعة أيام إضافية لتعيشيها. ماي، ماذا يحدث لي؟ الزعيم المقدس ووريث الداو أخبراني بوضوح أنه لم يعد هناك أي سم جليدي في جسدي. ألا تزالين عاجزة عن الفهم؟ لقد كانوا يستغلونك لا أكثر. لا، هذا غير صحيح. ييفانغ، أرجوك انقذني. ألم تكوني أنت من طلب من الأخ يي إزالة الختم للتو؟ ييفانغ، إن لم تنقذني أنت فزعيم الطائفة سينقذني بالتأكيد. لا زلت تثقين في طائفة الداو حتى الآن؟ يا لك من غبية ومثيرة للشفقة. ييفانغ، هذه هي طائفة الداو وليست ممر شيطان الرياح البائس الخاص بك. فهل تظن أن لك الحق في التباهي بقوتك هنا؟ حقا لا عجب أن طائفة الداو تعتبر قائدة مسار الخير، فكل الحثالة والآفات قد اجتمعوا في مكان واحد. أيها الوغد ييفانغ، لا تتمادى في غرورك. نحن جميعا الآن في مستوى الإمبراطور، ولن تكون ندا لنا. لقد تواطأت بالفعل مع الشياطين. اليوم سيقوم هذا الراهب بقطع دابر الشياطين وتطهير الشر. هم كيف أصبحوا جميعا أباطرة عظام؟ إن أساليب طائفة الداو خاصتنا الخارقة، أبعد من أن تفهموها يا حثالة العالم السفلي. لقد زرعت طائفة الداو لعنتها بداخلكم.
لتصبحوا مجرد قرابين لإحياء ذلك الشر، وما زلتم تقفون هنا تملؤكم النشوة والغرور. يا لكم من مثيرين للسخرية بحق. يي فينغ، أجلك يقترب وما زلت تتظاهر بالقوة. اليوم سنجعلك تموت ميتة شنيعة ولن تجد حتى قبرا يأويك. يي فينغ، الموت يحدق بك وما زلت تنفث سمومك وتخدع الجميع. إنك تدني السمعة. طائفتنا، استمعوا جميعا لأوامري، أنا التلميذة المباشرة. اقتلوه، أريد أن تطحن عظامه وتذروها الرياح. مت. اليوم يا ييفينغ ستكون هذه نهايتك ولن تخرج من هنا حيا. لا تضيعوا وقتي. يا لكم من حثالة عديمة الفائدة. أنا وحدي أكفي لإبادتكم. أنت في أي مستوى من القوة أنت بحق الجحيم؟ كيف تمكنت من سحقنا نحن الأباطرة العظام بهذه السهولة؟ بضربة واحدة سحق 7 أباطرة عظام. يي فينغ، إلى أي مدى تصل قوتك المرعبة؟ هذا مستحيل. في السابق عفوت عنك فقط إكراما للسيد المقدس العجوز، ولكنك أبيت إلا أن تستمري في غيك وعنادك. لذا اذهبي إلى الجحيم. لا يمكنك قتلي. أنا شريكة الزراعة المزدوجة لزعيم طائفة الداو. إن تجرأت وقتلتني فلن يرحمك الزعيم أبدا. لا عجب أنك حافظت على مكانتك كتلميذة مباشرة. لقد بعت جسدك وتملقت للزعيم لتصلي إلى ما أنت عليه. أيها الزعيم أنقذني، أرجوك أنقذني بسرعة. كفى، كلكم مجرد حثالة عديمة النفع. 7 أباطرة عظام ولا يمكنكم حتى الإطاحة بشخص واحد مثل يي فينغ. هل تتوقعون مني أنا زعيم الطائفة أن أتدخل شخصيا لإنقاذكم؟ أيها الزعيم، كنت أعلم أنك ستأتي لإنقاذي. أرجوك اقتل يي فينغ هذا حالا وانتقم لي منه. يي فينغ، لقد حانت ساعتك. لقد تدخل زعيم الطائفة بنفسه. حتى لو نبت لك أجنحة فلن تتمكن من الهرب. أيها الزعيم، لقد قمت بفك الختم. أرجوك ساعدني في قمع السم الجليدي الذي يسري في جسدي. لم أعد أقوى على التحمل. طالما أنك ستساعدني في التخلص من هذا السم سأكرس حياتي لخدمتك وطاعتك. مثير للشفقة. ها. لقد اختفى الختم بالفعل، والآن وبدون حماية الختم يمكنني أخيرا أن أسلب طاقة إليانا الخاصة بك. أيها الزعيم، ماذا تقصد بكلامك؟ ألسنا رفيقي درب في الزراعة؟ رفيقة درب؟ هل تظنين أنك تستحقين ذلك؟ أيها الزعيم، ماذا تفعل؟ لماذا؟ أيها الزعيم، لماذا تفعل هذا بي؟ أما بالنسبة لهم فما هم إلا بيادق رخيصة استخدمتها لتحقيق غاياتي. لكن ما لم أتوقعه أبدا هو أن تكونوا بمثل هذا الفشل الذريع لدرجة عجزكم عن القضاء على شخص مثل يي فينغ. لا، هذا مستحيل. 120 expired. هذا ليس حقيقيا. إذا كنت تستغلني فقط فلماذا منعتني من تناول حبة الإكسير تلك في البداية؟ لأنني كنت أخطط لامتصاص طاقة اليان الخالصة لجسدك الجليدي لتساعدني على اختراق حاجز عالم السماء والأرض. سواء كنت أنا أو وريث الطائفة فكلانا لم نكن نطمع سوى في طاقتك تلك. يا لغبائك المثير للسخرية. إذن لقد كان كل شيء مجرد كذبة. لماذا تفعلون بي هذا؟ يي فينغ، أنقذني أرجوك أنقذني. لقد أدركت خطئي. لم يكن علي أبدا أن أخونك. أتوسل إليك، أنقذني. ما كان بيننا قد انتهى منذ زمن بعيد. حياتك أو موتك لم تعد تعنيني في شيء. لقد كنت تملكين كل ما قد تحلم به أي امرأة في هذا العالم، لكن جشعك لم يعرف حدودا. فطمعت في المزيد من السلطة والثروة لتنتهي في النهاية كمجرد بيدق يتم التخلص منه. أنت بحق أغبى امرأة على وجه الأرض. اتضح الأمر. اتضح أنه باستثناء يي فينغ الجميع كان يستغلني. لقد كنت غبية حقا. لم يكن يجدر بي أن أطمع في الثراء والسلطة. يي فينغ، كنت أعلم أنك ما زلت تحبني.
يي فينغ حقا لا يزال متمسكا بالأوهام تجاهي. الأباطرة العظماء الذين يقفون خلف يي فينغ سيصبحون جميعا خدما لدي. أرض اللوتس الأبيض المقدسة، شوي شي وسويان ران وأولئك الأوغاد لم يقصروا في ارتكاب المجازر بحق. الوحوش والبشر على حد سواء. حان الوقت لنسوي هذا الحساب معهم. يي فينغ، ألم تأتي لإنقاذي؟ لا يمكنك قتلي. أنا خطيبة يي فينغ. كيف تجرؤ على قتلي؟ ثأرا لكل أفراد عشيرتنا وكل البشر الأبرياء الذين سقطوا. أنت تستحق الموت يا يي فينغ. لقد دمرت خططي العظيمة مرارا وتكرارا. أنا زعيم الطائفة، سأسحق عظامك وأذر رمادك. تحطيم المصفوفة بضربة واحدة، مستحيل. لقد امتصصت بالفعل طاقة، جوهر جسد جليد العالم السفلي المطلق. لماذا لا أزال عاجزا عن هزيمتك؟ في أي مستوى من القوة أنت بحق الجحيم؟ مستواي هذا. ستعرفه جيدا بعد أن أرسلك إلى الجحيم يي فينغ إن كنت لا أستطيع هزيمتك. إذن سأستدعي الكيان المشؤوم. سأجعل العرق البشري وعرق الوحوش بأكمله يدفنون معي. ها 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 ها. لا تحلموا بالخروج أحياء من هنا. هذه مصفوفة تضحية الأرواح العظمى